لما توفى مالك فولم السابق محمد الفايد العام الماضي، نقول انه مات وراحت اسراره معه لو كانت معه اسرار. لكن الغريب انه بعد وفاته طلعت الفضايح، اكثر من 150 قضية او دعوة عليه انه مغتصب وانه معتدي على نساء مختلفات، منهم لاعبات النادي، نادي فولم اللي كان مالكه. يعني كانوا يقولون انه يحب الشقرة البيضة. لحد الآن الموضوع كله غامض وأسرار، ما حد طلع من النادي. رغم أن علاقته مع اللاعبات نفسهم كانت أبوية، كانت علاقة طبيعية ما فيها شيء، لكن بعد مرور عام وشهرين على وفاته طلعت المفاجأة هني داخل صور النادي. أحد اعترف، طلعت مدافعة النادي البيضة الشقرة روني جيبنز وقالت بأن الثري المصري اعتدى عليها جنسيا عام 2000. كان عمرها وقتها 20 سنة، لكن الخوف من العواقب خلاها تلزم الصمت، اسكتت ما تكلمت. تقول جيبنز بأن محمد الفايد استغل ثراءه ونفوذه. مالك النادي بخيل، يعني هي لاعبة، يعني مثل موظفة عنده. حبسها مرتين بغرفة وحاول تقبيلها بالقوة والتحسس على جسمها. هي قاومت. تعتقد بأن قول الحقيقة وإن كانت متأخرة جدا، مر على حالتها الحين 24 سنة، الحين عمرها 44. لما كان الضحية كان عمرها 20 سنة، توها تتكلم. لكن هالشيء راح يساعدها تتعافى وتتخلص من العار والإحراج والألم اللي كان بقلبها طول هالمدة. تقول كان يبي يقبلها على فمها أول شيء، لكنها تحركت، قاومت، خلت يقبلها على خدها بس. وقتها كانت لابسة جاكيت فولم. تقول في تفاصيل مخيفة أكثر ما أقدر أقولها، يعني آسف ما راح أقولها. أما نادي فولم فأصدر بيان رسمي أكد في دعم اللاعب ودانته المطلقة للإساءة والتحرش بكافة أشكاله. بالأخير نقول الله يرحمه، لكن بالتأكيد الله راح يحاسبه على كل أفعاله. ما حد ينكر الفترة العظيمة محمد الفايد مع فولم، وهو مالك للنادي من 97 ل 2013، لكن بنفس الوقت ما حد ينكر انه متحرش ومعتدي ومغتصب.